أهلا بحضراتكم من جديد. المباراة تنتهي بتقدم مستحق أيضا لريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد. حاتم طرابلسي، دكتور طارق الجلاهمة، أهلا بكما. شوط ثاني كان فيه أقرب ريال للتسجيل، وإن كان ريال مايوركا قد هدد ريال مدريد بشكل كبير في شوط المباراة الثاني وأضاع هجمتين محققتين للتسجيل، ولكن بالتأكيد هناك دروس مستفادة من خلال ما حدث. ولكن الأهم يبقى للريال بأنه حصل على 3 نقاط في غاية الأهمية في سلم الترتيب. هو أهم شيء أنه العلامة الكاملة في بداية الموسم أن يحقق الفريق الانتصارات، لأنه تعلم جيدا بعض الأحيان أنه فلسفة جديدة تدخل على مدرب من بعد فترة طويلة تعقيدات، مدرب أول اللي هو أنشيلوتي، فكيد تأخذ بعض الوقت. تشابي يعلم جيدا أنه ينتظر الكثير من العمل. شاهدنا في العديد من النقاط يحتاج الفريق أن يطورها، خاصة على مستوى الضغط، على مستوى الأداء الجماعي في الدفاع. هذا يمكن الهدف الأول موريكي سجل عن طريق كرة ثابتة، وهذا يقع لأي فريق. معنا لا يوجد أي فريق قادر أن يقبل أداء مثل هذا النوع، ثم استطاع النهارده أن يسجل الهدف التعادل. وحقيقة يحظى واضح أنه جولر بثقة المدرب في المباريات اللي بدأ. يمكن استغل كذلك غياب بيلينغهام، لكن مع هذا أنه في المباريات الكل في التحضيرات كان هو اللاعب الأساسي. كذلك أنه فينيسيوس وإن كان مستواه لغاية الآن لم يصل إلى الذروة، لكن يبقى لاعب فعال ويبقى لاعب لديه الحل الفردي. وشاهدنا الهدف الثاني يعني قاطع يمكن 40-50 متر ثم راح وسدد. هنا نتكلم على أي فريق في المستوى العالي يحتاج إلى نوعية لاعبين مثل فينيسيوس ومثل مبابي القادر على حسم المباريات. الفريق عليه أن يتطور على مستوى وسط الميدان، عليه أن يتطور في مستوى الضغط الجماعي. هذا الهدف مرة ثانية قطع الكرة ثم التحول السريع، هذه من نقاط قوة ريال مدريد أكيد، والمهارة والإمكانيات موجودة، لكن الفريق يترك مساحات. الخصم مثل ما اليوم مايوركا كان قادر على تعديل النتيجة، وإن كان سجل ريال مدريد كم من هدف كان فيه منهم لمسة اليد اللي أردا جول بعد العودة للفار ألغاه، وفي الشوط الأول سجل هدفين كان تسلل. لكن أن تعمل في وضع إيجابي، وإن كان الفريق لم يصل إلى المستوى الذي يمكن ينتظره الفريق، الأيام القادمة ستحسم يمكن بعض الصفقات. هل رودريجو سيبقى؟ هل رودريجو سيغادر؟ الأخبار لغاية الآن ال4-5 أيام هذه المتبقية إلى غاية غلق الأيام المتبقية هذه، لأنه استحسم. المدرب دائما يكون نوعا ما في تركيزه مشتت كذلك، الحفاظ على لاعبيه، من سيغادر. صحيح. هذا كل بالنسبة للاعبين، بالنسبة للمدربين. فهم الآن لما يغلق الميركاتو يعم الهدوء على الجميع الآن إلى غاية الانتقالات الشتوية. الكل براءة الانتقالات الشتوية. لكن أكيد هناك كثير من العمل بالنسبة لتشابي ينتظر حقيقة للمتبقي، خاصة على مستوى الضغط، على مستوى الاستحواذ، على مستوى الهدوء. الفريق لديه بعض النقاص، لكن الإيجابي أنه يحقق النقاط الكاملة في بداية الموسم. في شوط المباراة الثاني حاول تشابي ألونسو أن يعطي إضافة للفريق بشكل أفضل للخانات المختلفة. عمل تغيير واحد فيه 3 لاعبين، رودريجو، كارفاخال، سيبايوس، ولكن كل هذه التغييرات يعني لم تأتي بنتيجة على الأقل بزيادة الأهداف. يعني يمكن هذه من المباريات النادرة أنك تشوف فريق يسجل أكثر من الأهداف اللي سجلت في المباراة ولم تحسب الأهداف. صحيح. يعني كان التسلل هو سمة الأهداف ال3 الملغاة، لكن الشوط الثاني يمكن تألق في كورتوا، تألق في خط الدفاع، في الجانب الدفاعي كان ممكن مايوركا يسجل، وهذا ما أعطى نوع من القلق بالنسبة لتشابي ألونسو اللي تحرك بعض التغييرات لتنشيط الفريق من الجانب الهجومي، إعطاء مساحة أكثر لبعض اللاعبين. يعني حتى الفريق بدأ عنده جراءة كبيرة، مايوركا الشوط الثاني عنده جراءة كبيرة، وصول خطر، هدد المرمى أكثر من مناسبة، كان قريب جدا من التسجيل. كان بعض يعني هذه الكرة يعني هذا تصدي الموسم بالنسبة للمباراة أو إبعاد الموسم. لاعب مايوركا بكل شيء في الشوط الثاني، لعب لأن نتيجة 2-1 هي نفسها 4 و5-1، وهو الكل حتى يعني العناصر والفريق والمدرب يعلمون أن هذه المباراة بكل تأكيد نقاطها انكسب نقطة فهو بالنسبة للإنجاز، فبالتالي هي النقاط غير محسوبة لعملية حساب عدد النقاط التي ممكن أن تبقي مايوركا وتبعدها عن منطقة الهبوط. لكن الشوط الثاني حاول مايوركا يسجل،
استطاع أن يصل، لكن لم يترجم هذه السيطرة، هذه القوة التي يمتلكها هجوميا لعملية التسجيل، وبالتالي أضاع العودة. لكن مدريد نتيجة ممتازة قبل التوقف، 3 نقاط مهمة لمكانة الفريق وقوته على التنافس في المرحلة القادمة. مجموعة من اللاعبين يتصفون ربما بصفة واحدة في مدريد: أردا جولر، فينيسيوس، مبابي، رودريغو. مجموعة من اللاعبين حلول في الهجمات أو حلول فردية، محاولة لمراوغة أكثر من لاعب لاعبين 3 يمشي بالكرة ويتخيل اللاعب بأنه ربما يحقق نتيجة جيدة من خلال هذا الأمر، ومن ثم تقطع الكرة. نتكلم بعض الأحيان أكيد نتكلم أي لاعب يريد التسجيل أو أي لاعب يريد أن يقدم إضافة للفريق، فقط عن أنه المهاجم دائما يبادر ويحاول أن يجد الحل الفردي. المهاجم مسموح له في الثلث الأخير أن يصنع بالكرة إذا لم يكن هنالك الحل الجماعي أن يقوم بالحل الفردي، ليس مثلا كالمدافع. المدافع بمعنى لما يكون في مناطقه كنترول والباس والتمرير من أجل أن لا يعطي فرصة للخصم بأن يقطع الكرة، لكن المهاجم يسمح له المدرب بأن الثلث الأخير بأن يراوغ، يسدد، يأخذ القرار الذي يريده، لكن عليه أن يفكر دائما في الحل الجماعي. لكن اليوم إذا أردنا أن نتكلم على ريال مدريد، حقيقة العديد من الانتدابات اللي قام بها تقدم في الإضافة، منها المدافع هاوسن. هذا المدافع حقيقة انتداب موفق للغاية بالنسبة لمدريد. صحيح. كاريراس الظهير الأيسر لغاية الآن هو ظهير يقدم أو يلبي الطلب على المستوى التوازن الدفاعي ومنها الإنقاذ. فمن بعض الأحيان تجد صعوبة من تجد هنالك مدافع ظهير يتميز عن فيه توازن بين الشق الهجومي والشق الدفاعي. الآن لو ناخذ أرنولد ستجد وإن كان لم يختبر الشكل المطلوب في هذا الوقت، ستجد أنه هجوميا أفضل من دفاعيا. هجوميا ستجد أنه هذا اللاعب في المستقبل سيمكن لما يختبر سيظهر هذا للجماهير. هجوميا اللاعب لديه حلول كثيرة ورجله على الكورة ممتاز جدا كلاعب وسط ميدان، على المستوى التمرير، على المستوى العرضيات، على المستوى التسديد، كرات الثابتة لو يمنح أن يأخذ كرات الثابتة لأنه مبابي هو اللي يسدد دائما، يسدد بشكل جيد. دفاعيا لديه بعض النقائص. كاريراس واضح أنه على المستوى الدفاع ممتاز وهجوميا يقدم إضافة. بس في ليفربول مش كان دفاعيا أفضل؟ لا في خدماته الدفاعية لم يكن. لا دفاعيا كان من ينتقد بشكل كبير، هجوميا كان جيد. محمد صلاح يشكل جبهة على الطرف الأيمن هجوميا ممتازة جدا. دفاعيا يعاني جدا. لكن تعلم جيدا الدوري الإنجليزي ليس الدوري الإسباني، مغاير للغاية. المستوى الفني يمكن السرعة موجودة في الدوري الإنجليزي، في الدوري الإسباني نتكلم على مهارة، الإمكانيات، الذكاء أكثر على المستوى الإسباني، فهو مطالب أن يتأقلم أكثر مع الدوري الإسباني. إذا تأقلم ووجد إمكانياته فقادر أن ينجح. بس نجاحه أسرع مع ريال مدريد. من نجاحه أسرع في الدوري الإسباني من الدوري الإنجليزي. يعني هو جاء من دوري صعب. مهما كان الصعوبة النجاح نسبي. كوتينيو لم ينجح في انتر، روبرتو كارلوس لم ينجح في انتر، لكن نجح في مدريد، ونجح كوتينيو في ليفربول. لا ينجح أن نجاحك في مكان لا يعني نجاح في مكان ثاني. كوتينيو مثلا نجح في ليفربول وفشل في بارسا، وذهب إلى بايرن ونجح وحقق الشامبيونز ليج. فهذا كرة قدم بعض الأحيان تجد فيها أشياء غريبة، لا وهذا لا يقلل من شأن اللاعب. أنك تنجح في محطة فهذا امتياز أكيد، أنه لا تنجح في مكان ثاني هذا لا يعني أنك أنت فاشل. صحيح. في ظروف معينة قادر أن تكون ضد اللاعب، جو عام، طقس معين، لغة معينة، مدرب قادر لا تنجح. لكن بيئة ريال مدريد أعتقدها صحية وفيها كل الأمور من أجل النجاح لأي لاعب، وأعتقد أن ألونسو كذلك سيعطيه الفرصة الكاملة، وإن كان بعض الأحيان يغير ويبدأ بأساسي، بعض الأحيان يبدأ على دكة الاحتياط. هذا يمكن يعمل لصالحه أكثر من ضده لكي يتأقلم مع أسلوب الفريق ويتأقلم بشكل أفضل ويكون مميز ويقدم أداء جيد. واحدة من العلامات الإيجابية في المباراة أردا جولر صاحب الأداء المميز وأفضل لاعب في المباراة. مباراة كبيرة لأردا، يعني سواء التسجيل أو حتى العمل في وسط الملعب كأدوار لوكا أو كموقف يقوده في وسط الملعب بأدائه وأيضا بكيفية إدارته المباراة. للأمانة بانتظار طبعا عودة بيلينغهام للتشكيلة الأساسية لكي نعلم ماذا يفكر فيه تحديدا تشافي. هل هو يريد أن يرجع بيلينغهام إلى لاعب لما بقول الارتكاز أقول المحور اللي هو يربط ما بين الخطوط ويضع أردا إلى الأعلى تحت نفس مركزه الآن خلف مبابي، أو يقوم بتدوير آخر، أو
لاعب بلاعب لغاية الآن أمور لم تكن واضحة، فبالتالي ننتظر عودة بلينغهام. لكن كأداء وتطور أداء هذا اللاعب، أردى لعب شوط ومباراة ممتاز جدا، عليه التفكير في كيفية تطوير من نفسه، على تطوير شخصيته اللي دائما يعتمد لاعب ريال مدريد بهذه الشخصية اللي قيادية في وسط الملعب، هو من يكون قائد وسط الملعب في العمل مع فريق ريال مدريد في المرحلة القادمة. لكن بكل تأكيد هو مكسب كبير للفريق في المرحلة الحالية. هذا فيما يتعلق في هذه المواجهة مشاهدينا الأعزاء، والتي كسبها ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد، ويذهب للنقطة التاسعة بصدارة الترتيب ولو بشكل مؤقت حتى نشاهد ما سيكون غدا في مواجهة برشلونة. ولكن دعونا أيضا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتفض ريال مدريد ليهزم ضيفه مايوركا مساء اليوم السبت على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني. بهذا الانتصار رفع الميرينجي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، محققا العلامة الكاملة تحت قيادة المدرب تشافي ألونسو، بينما تجمد رصيد مايوركا عند نقطة واحدة في المركز 18. تقدم مايوركا أولا في الدقيقة 18 برأسية فيدا موريكي بعد ركلة ركنية، لكن الرد الملكي جاء سريعا حيث سجل أردا جولر هدف التعادل في الدقيقة 37 من لعبة جماعية مميزة، وبعدها بدقيقة فقط أضاف فينيسيوس جونيور الهدف الثاني بمجهود فردي رائع. في الشوط الثاني واصل ريال مدريد ضغطه وأحرز جولر هدفا في الدقيقة 55، لكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود لمسة يد. كاد سامو كوستا أن يدرك التعادل لمايوركا في الدقيقة 65 بتسديدة قوية بعدها الدفاع من على خط المرمى، فيما رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لمبابي في الدقيقة 73 رغم احتجاجات جماهير البرنابيو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك لنواصل العمل. شكرا.